أمي كانت تقول لازم ننظف البيت قبل ما نطلع مشوار، مشان إذا متنا ونحن بالمشوار الناس ما تحكي علينا إنه تاركين بيتنا مكركب. كنت دايما فكر إنه اللي بيموت شو بيهمه الناس شو بتحكي عليه. بس لما كبرت وصرت أنا ست البيت صرت أقول لأولادي نفس الكلام تماما. صرت عيد كل كلام أمي حتى اللي ما كان يعجبني لما كنت صغيرة. كتير من كلام أمهاتنا ما كان يعجبنا وما كنا نفهمه. يعني لما كانت أمي تقول النظافة نعمة كنت فكر إنه هي اختيار، باختياري أنا بكون نظيفة أو لا. ولما كبرت اكتشفت إنه فعلا النظافة نعمة، والمي نعمة، وكب المي والشطف نعمة، والصحة والقوة لتنظيف البيت والقيام بالواجبات كاملة كمان أكبر نعمة. البيت نعمة والعيلة نعمة والسقف اللي فوق راسنا نعمة. صرنا ب2024 والتطور واصل لأبعد حد، ولسه في ناس ما عندها نعمة السقف، ولسه في ناس كتير ما قدرت نعمة الله من الأساس. لهيك دايما منقول الحمد لله على عطاء وعلى